في الفيديو ده جبت لكم دكتور في علم الماورائيات. الشخص دوت عارف سر الارض. انت عارف سر الارض؟ خليني في يا جدعان، كان قصدي خليني اعرفكم على الشخص ده، والشخص ده هو دكتور محمود صلاح. صايع ميمز، ارجع لكم بفيديو جديد. وازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ وحشني فشخ اقسم بالله. اي حد كتب لي كومنت بكلمه السر في الفيديو اللي فات هيظهر دلوقتي حالا على الشاشه. ويلا بينا نرجع لموضوع الفيديو. دكتور محمود صلاح، الراجل ده انا كنت عارفه من زمان فشخ، من اول صحوه ليه كده لما طلع ترند زمان. بعيدا عن شكله في الفيديو دوت انه مدي اكنه باكستاني او هندي مثلا، وبيعمل برامج اللي هو يجيب لك ودن عادل امام مقطوعه ويقول لك خمن الفنان دوت. بس انا تقريبا كنت اعرفه من سنه برضو قبل ما يتشهر، حتى قبل ما اي حد يتكلم عنه. وانا كنت عايز اخد السابق دوت وابقى اول واحد يتكلم عنه، بس للاسف كان عندي امتحانات وقتها فما كنتش عارف انزل عنه فيديو. وفي نفس الوقت كنت بحاول ادرس شخصيته العميقه اللي مش اي حد يفهمها كده بسرعه، يعني هو مش زي اي واحد تاني مثلا اتفرج له على فيديوهين واعرف اصور عنه فيديو. لا، ده كان محتاج دراسه لسنين وشهور. بس لحسن حظي الراجل رجع ترند تاني، وهي دي فرصتي بقى. ايه ده يا جدعان؟ ازاي دكتور محمود صلاح عنده الرقم ده؟ يعني انا كنت فاكر ان انا لوحدي بس اللي بتفرج عليه، انا والكام يوتيوبرز التانيين اللي اتكلموا عنه. هو ابليس اللي بيعمل الشغل كله لوحده، ولا ابليس عنده ولاده ومحاسيبه وحبايبه بيخلصوا الشغل؟ في رتبه عاليه وفي رتبه بسيطه وفي عسكري مثلا بتكلم هنا للقياده الشيطانيه نفسها. ايلون ماسك من القيادات. ليه انا قلت على ايلون ماسك ان هو دجال العصر الحديث؟ هيترأس العالم في يوم من الايام، بس مش بالشغل اللي بيعمله، ومش عشان لبس الصليب معكوس، ومش عشان عمل الحركه دي. هو هيترأس العالم بالشغل اللي عامله سبيس اكس واوبن اي والحاجات اللي عاملها. الراجل بيليد التكنولوجيا في العالم وبيطلع الفضاء وعامل لك مشروع هيوديك المريخ كمان مش عارف كام سنه. الراجل ده بيفكرني بفانز اي واحد بطلع اتكلم عنه بيطلع يقول لي كل انجازاته ويقول ان الراجل ده محترم. يعني انا مش عارف ايه فكره ان انت تقول لي ان الشخص ده محترم. يعني ما قلتش عليه ان هو مثلا بورنستار. انا عايز اعرف الناس دي بس ان انا لما باجي اعمل فيديو على حد مش ببقى مثلا فاكره ان هو رقاصه. يعني عادي ممكن يبقى انسان محترم واعمل عليه فيديو عادي براحتي يعني. عامه اغلب من يسيطروا على العالم من قيادات عالميه مش بطل. انا جبت لك دلوقتي شكل الروبوت وهو بيتعمل ووريتك الحركه الطبيعيه للروبوت، وجبت لك مارك وهو بيتحرك نفس الحركه بالظبط. مين بيحرك الروبوت؟ نفس اللي بيحرك مارك. شفت يا جدعان؟ بعد ما قال لك نفس اللي بيحرك مارك ادى نظره اللي هو الثقه، اللي هو انا طبعا استحاله اتقن النظره بتاعته، لان هو قعد اصلا 7 سنين من حياته بيدرس النظره دي ازاي بتتعمل. يعني اصلا النظره دي بتخلي اللي قدامك يعتمد الكلام، يعني حتى لو انت بتزرط خلاص هو الكلام ده تمام. مارك مش هيخرج من حاجتين، يا روبوت يا من الزواحف. ونفس ده ينطبق على ايلون ماسك. هو حاقد على ايلون ماسك بشكل غير طبيعي. كل ما يجي يتكلم على اي حد في الدنيا يقوم حاشر لك ايلون ماسك في الجمله. يعني اللي هو ايه، الاندومي خلص من السوبر ماركت تحت ايلون ماسك هو السبب، هو اللي جه اشترى الكرتونتين اللي عند الراجل. هتهاجم. فانا خليني اقول لك الحقيقه زي ما هي. انت اتهاجمت برضه لما قلت عليهم فضائيين. انا نفسي اشوف ابن الجزمه اللي هاجمه الصراحه. كلام مقنع يعني. مش فاهم فين بتهاجم ايه اساسا؟ يعني انت في كامل قواك العقليه يا صاحبي ولا لا؟ كل رسائله هي رسائل شيطانيه. حتى لما بيدعي ان ابنه اتضحك عليه وغير جنسه هو بيقول للناس بصوا انا كمان بتضر زيكم اهو. اكيد وش ايلون ماسك، يعني من غير ما يقول اي حاجه عن الراجل ده اللي بيتكلم عنه هو ايلون ماسك خلاص. الناس دي كل كلمه بتقولها محسوبه عليها. بتتكلم على اغنى رجل في الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها. هو طالع بيقول لك ان الهنا جاي من مصر. تقريبا ده بيعبد دكتور مكاوي. يلا احنا نازلين نروح ناكل بيتزا، يلا احنا نازلين نضرب وهكذا. هو بيقود العالم دلوقتي بدون تصريح منك، انت ما مضيتش. لما ياخد التفويض نبقى نتكلم. هيقود العالم بتفويض في المستقبل وهتشوف. يا جدعان بتعجبني فشخ الحته اللي هو بعد ما بيتكلم يقوم ساكت كده الحته دي بجد بتقتلني من جوه. يعني ثقه غير طبيعيه. ايلون ماسك هو المسيح الدجال. انسى بقى اي حاجه اتقالت لك وان المسيح الدجال هيبقى بعين واحده والعين الثانيه ممسوحه. هو ده كده المسيح الدجال. معنا فيديو مهم قوي نشوفه، علشان دي المربيه الخاصه لايلون ماسك، وده فيديو احنا بيتم عرضه لاول مره. دي المربيه الخاصه، ممكن نسمعه والمشاهدين يشوفوا. واخد منها البت ومش عايز تدانا. لو انت بتتفرج على واحد زي انت ليه مستني مني اعرض لك فيديو بيكلموا فيه بالانجليزي؟ يعني لا انا هفهم ولا انت هتفهم. خلينا نشوف بقى دكتور محمود صلاح بيقول ايه. المربيه بتاعته نفسها وهي بتتكلم ان هو كان عنده 13 سنه. هل الست دي احنا مثلا دافعين لها فلوس عشان تطلع تتكلم؟ لا سمح الله. مين اللي بيقول ان انت بترشي الناس؟ مين الحيوان ابن الكلب اللي بيشكك في كلامك يعني؟ الست هنا لما سالت اذا كان هو المسيح الدجال ولا لا، ردت عليه الموجوده معاها في البنزل، قالت لها لا ده هو معاون ليه. بيت ايلون ماسك ده في الباك رومز تقريبا، يعني اللي هو الناس عارفه عادي ان هو بيساعد المسيح الدجال. واللي هو احنا ايه اللي ياكد لنا ان الست دي هي مربيه ايلون ماسك؟ الناس تبحث بقى. اصل احنا مش متاكدين مش هنعرضه في عرفه يعني. شفتوا يا جدعان ضحكه الثقه اللي عملها دي؟ هي مربيه ايلون ماسك وطالعه بتقول ان هي شخصيا شافته عامل حاجه غريبه جدا وقالت عليه ان هو المسيح الدجال. ما هي لو مربيه ايلون ماسك وعرفت ان هو المسيح الدجال هي كده فشلت في مهمتها، ان هي اصلا ما عرفتش تربيه. يعني كانت تيجي تقول له ايه بقى حبيبي اللي انت بتعمله ده وما ينفعش وبتاع. انما نقول ايه بقى مربيات اخر زمن يعني. فاكر لما اتكلمنا قبل كده عن البوابات النجميه؟ طبعا. وتعرضنا لهجوم هائل جدا. والناس قالوا مش ممكن والكلام ده. يا جدعان في حد غيري كان بيتابعه بجد وقتها؟ اصل ما كتبتلوش اي كومنتات ولا هاجمت ولا اي حاجه. اصل هو عمال يقول هجوم هائل وبتاع.
ما اظنش ان في حد بص له اساسا. هنعرفها بقى اكتر مع الفيديو التاني بتاع هذه السيده المربيه، لان هي هتقول لك ايه الجزء المرعب اللي ايلون ماسك عمله. دي دخلت البوابه النجميه، خدها من ايديها ودخلوا مع بعض هذه البوابه، وهنشرحها دلوقتي. وبتقول على المخلوقات اللي شافوها داخل هذه الفجوه. خلي بالك ان هي مش محتاجه تكذب في حاجه، هي مش هتستفيد حاجه من الكذب لو هي كانت بتكذب يعني. هو ايه اللي مش هتستفيد حاجه يعني؟ لو هي طلعت قالت كلمتين زي دول مش هيستضيفوها مع منى الشاذلي وبتاع وتقعد تتكلم ويجيبوا لها المج وهي بتعيط وتشرب ومش عارف ايه والكلام ده، ما هتاخد فلوس يعني على الكلام ده. بتقول ان هم كانوا شبه المصريين القدماء شكل من الاشكال، او الهه المصريين القدماء. لو الكلام ده حقيقي فالست دي المفروض دلوقتي هي تختفي، هي ملهاش اي وجود خالص. يعني المفروض ايلون ماسك يبقى عايز يخفيها. ليه؟ بتقول حاجات رهيبه عنه، بتقول ان هو فتح بوابه نجميه وخدها مش عارف من ايديها ووداها العصر تاني. هو مش الغريب ان هو فتح بوابه نجميه ودخل جواها وشاف ناس من الحضاره المصريه القديمه؟ هو الغريب ان هو اللي خد الخدامه معاه، يعني شكله كده عنده فتيشات. امريكا لما راحت تبحث عن ما خلف الجدار الجليدي بعتت الكولونيل ريتشارد بيرد. ايه رايك في المنظر الجميل اللي احنا بنتفرج عليه؟ عسل. من اهم العمليات اللي قامت بيها امريكا. انت بتقول لي سنه انها 46 اهو موجود عليه العنوان، اوبريشن هاي جامب 1946. ايه اللي يخليه فيديو حقيقي؟ مفيش دليل عليه. لا في دلائل كتير، زي البعثه اللي امريكا قامت بيها. وعلى فكره دي صور لما بعد الجدار الجليدي. دكتور محمود صلاح عارف كل خطوه حرفيا بيعملها في امريكا، يعني اكن امريكا بتخلص اللي بتعمله بتيجي تقول له على طول. من الوارد يكون في قارات تانية كمان احنا ما نعرفش عنها حاجه. هو حطك ضمن اطار وحطك بين قوسين، حدودك المعروفه القطب الجنوبي والقطب الشمالي مش هتعديها. طب ايه اللي يخلينا نقول ان الحاجات دي حقيقيه؟ انت قلت يا باشا طالما انت قلت خلاص احنا نعتمد على طول، احنا خارصين اساسا كده من غير ما نفتح بقنا ولا نفكر اساسا في الموضوع. هو في تماثيل ورا القطب الجليدي دوت، وايلون ماسك عايش هناك هو المربيه بعد ما خدها في البوابه النجميه. وايه خدها في البوابه النجميه دي؟ السينما الامريكيه قامت بوضع غشاوه على عين العالم كله علشان كل ما حاجه تحصل محدش يصدقها. ليه؟ ده طول عمرها بتروج لانه في مش عارف كائن فضائي عامل ازاي، واول ناس كانوا بيطلعوا الكائنات الفضائيه في افلامهم هم هوليود. عشان كده دلوقتي لو محمود صلاح طلع وجايب في ايده كائن فضائي وداخل بيه هنا وصورناه وعرضناه على الهواء الناس مش هتصدق. انا رسمت الموضوع 3 دي في مخي، تخيل كده الدكتور محمود صلاح واخد معنجج كائن فضائي وداخل بيه كده الاستوديو عادي. ليه ما فكرتش اللحظه من اللحظات ان ممكن انت تكون بتتعامل معاهم في حياتك اليوميه اصلا ممكن جزء منهم ما يكونش بشر؟ هل انت واثق ان كل الناس اللي انت بتقابلهم في يومك في المحلات في الشوارع في اي بلد في اوروبا او في اي بلد انت واثق ان هم بشر 100%؟ ثانيه واحده بس عشان الموضوع دوت رعبني فشخ. واحد صاحبي اسمه سعيد ظهر معايا في القناه هنا قبل كده لو انتوا عارفينه، هو في نفس الدقيقه بيبعت لي فيديو وثلاث ريكوردات بيعلقوا على الفيديو وريكوردين تانيين بيشتمني فيهم من غير سبب. دي اكيد مش تصرفات كائن بشري عادي. الو بقول لك ايه يا اسطى، هو انت كائن بشري ولا فضائي؟ لا انا فضائي يا اسطى. دكتور محمود صلاح فضحني للاسف. انا قلت برضو كده. بص هعوزك هكلمك دلوقتي بس ثانيه صحيح قبل ما اقفل معاك، بس ايه رايك في ايلون ماسك؟ شركته لا ولقيته ان هو انسان محترم، اللي في جيبه مش ليه، فاهم؟ بس دكتور محمود صلاح بيقول ان هو المسيح الدجال. لا 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 ما حصلش. مش هو المسيح الدجال يعني؟ لا 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 متاكد؟ ممكن بقى المسيح الدجال يطلع دكتور مكاوي. انا قلت كده برضه. ايلون ماسك كان بيقول ان في اله خارج من مصر، استغربت استغفر الله العظيم طبعا يعني لا اله الا الله يعني، بس هو معتقد حاجه زي كده فانا افتكرت ان هو بيعبد دكتور مكاوي تقريبا. مش عارفين يا اسطى كل شيء وارد. ماشي يا اسطى هبقى اكلمك تاني. امريكا دايما بتروج لفكره، هو ايه حكايته مع امريكا كل شويه امريكا امريكا امريكا؟ في ايه يا جدعان؟ امريكا دايما بتروج لفكره اعاده هو ليه لغوش على كلمه استنساخ يعني؟ الديناصورات باشكالها وانواعها. هل من الممكن ان تكون هذه الفكره قائمه او محل تنفيذ في المستقبل؟ ممكن جدا. هل ممكن تكون الديناصورات دي ما زالت موجوده ولكنها مثلا بعد الجدار الجليدي؟ ايلون ماسك وامريكا والجدار الجليدي هيجننوا الدكتور محمود صلاح الصراحه من الاخر يعني. كل ده السنه دي؟ كل ده هيحصل في 24. دي بقى حاجه تاكد كلامه صح ولا لا يعني. خلاص احنا عدينا سنه 2024 وفي نص 2025 فعايزين فعايزين نعرف الحاجات دي حصلت فعلا ولا لا. نسبه 99%. انا سايب 1% بس. تبس كده من عندي. انتشار حوادث قتل واختطاف في دولة عظمى. هو برضه بيلف ويدور حوالين امريكا، عايز يقول امريكا بس ايه هو خايف يعني شويه. وبعدين هو بيسيبها عايمه حرفيا. هو بيقول لك حاجه بتحصل اصلا كل يوم يعني. في بتاع 5 6 بيتخطفوا كل يوم مثلا في نفس الشارع. ماشي طب ما ده في المكسيك وفي البرازيل. لا 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 خالص، كان في دولة عظمى يعني. دولة بتتكلم على امريكا، بتتكلم على فرنسا. امريكا وفرنسا ايه بيقول لك دوله عظمى يعني، في دمنهور وكفر ميت نامه والحتت الحلوه اللي احنا بنحبها دي كلها. وهيبقى في حالات نهب وسرقه وقتل والقتلى هيبقوا مرمين. يا جدعان طريقه المونتاج دي مش غريبه عليا تقريبا. سعيد هو اللي بيمنتج لهم. ثانيه واحده. 2000 years later. ما بيردش. شكل ايلون ماسك خده في بوابه نجميه كده، بس لا هي طريقه مونتاج وانا عارف كويس.
سعيد اهو يا جدعان بيتصل. ايه يا اسطى؟ بقول لك هو انت اللي بتمنتج الايديتس بتاع الدكتور محمود صلاح؟ انت اللي بتمنتج له؟ ايه ده يا اسطى؟ انت عرفت منين؟ انت جاي تكتشفني دلوقتي ولا ايه؟ اصل مش هو لوحده اللي بيكتشف الاسرار، برضه انا عندي طريقتي الخاصه. اصل لقيت في فيديو كنت بتفرج عليه كده هو نفس طريقه مونتاجك بالظبط. اه يا اسطى، لا انا فعلا، بس يا اسطى بنصب عليا بقالي 3 شهور ما ادانيش المرتب يا اسطى. فعمال يحور ويقول لك ايلون ماسك ومش ايلون ماسك والمربيه بتاعته ما دفعنا لها فلوس ما تدفع للمونتير بتاعك حقه يعني. انا هوصل له رساله عشان لو قلت له كده يا اسطى معاه فضايح. مصارعه رومانيه ولا ايه؟ يا اسطى الظروف اجبرتني يا اسطى. اقفل يا سعيد، اقفل كلمة يعلم بها الا ربنا. هوريك كائن عشان بس الناس اللي بتقول ان كل حاجه تعمل بالفوتوشوب والكلام ده كله، احنا معانا كائن كده. حد يقول لنا ايه ده ايه ده فعلا؟ اتفرج، بص الحركه بتاعته، ركز معايا عشان تعرف الفيديو ليه حقيقي. الحركه الدائريه بتاعته، واخد بالك؟ طبعا يا جدعان الفيديو اللي انا لسه عارضه دوت هو الفيديو الحقيقي، انما دكتور محمود صلاح ضحك علينا وفبرك الفيديو وطلعه بالاسلوب ده. حد يقول لنا ايه ده ايه ده فعلا؟ اتفرج، بص الحركه بتاعته، هو وسط الطين اهو. بص الطين بيعمل فين؟ بص بس ركز معايا عشان تعرف الفيديو ليه حقيقي. الحركه الدائريه بتاعته بتخلي الطين يظهر، بص واخد بالك؟ بص على شكل القطه نفسها، انا واخد بالي على القطه بالظبط كده. عامه منظر القطه دوت بيفكرني بحد كده معين وحشكه صح. اخر مره شفته كان زمان فشخ، كان لسه عيل صغير. اللي مش هقول اللهم بارك امه سلطان يا جدعان، القط بتاعي سلموا عليه. يخرب بيتك يلا، انا غلطان والله انا غلطان. ده ياكد لك ان الفيديو نفسه حقيقي. وخليني اقول لك ان انت قدام كائن من كائنات جوف الارض، نوع من انواع كائنات جوف الارض. انا شفت حاجه زي كده في عين شمس، وعندنا في اسكندريه برضه انا شفت واحد زيه كان ساق مشروع ومفرق شعره بالجل وماسك كوبايه شاي وسجاره. انت بتتكلم بجد ولا والله؟ عين شمس ماسك الضحكه بالعافيه اقسم بالله. بس صغير، اصغر حجما من ده. معناش فلوس قوي نجيب كائنات جوف ارض في عين شمس يعني. هو في مرض اسمه سرطان؟ مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها ايه السرطان ده، مش سمعناش حاجه اسمها كده قبل كده. لا انا بسال، انا مش فاهم. فهمني السؤال، ايه السؤال ده؟ يعني السؤال ده للاطباء، هو في فعلا مرض اسمه سرطان؟ هو تقريبا بيسال بجد وهو عايز يعرف بجد يعني، ومش بيفتي عليك ولا حاجه، بس هو طريقته عامه بقت كده عامه في الكلام يعني. اللي هو لما بقى يجي عايز يسال في السؤال عادي جدا وهو مش عارفه بجد، اللي هو يسكت كده ويديك النظره دي كده ويقول لك، يقعد يضحك وكده، فاللي هو يحسسك ان هو بيستنكر الموضوع دوت. ايوه انت عندك عدد كبير من الناس توفوا بسبب الكانسر والسرطان رحمه الله عليهم. الموضوع ده مش حاسه حقيقي. هل هناك مرض حقيقي اسمه الكانسر ولا ده خلل في الخلايا وهي بتنسخ نفسها؟ يا جدعان اكتشفنا خلاص ان مستشفى 357 طلعت مقر للماسونيه كبير وبيستنسخوا فيه الناس بقى والكلام دوت. هل في محتوى حقيقي يدعى الفيديو رياكت؟ وما هي هو فعليا في محتوى حقيقي اسمه الفيديو رياكت كلنا بنشوفه. طب وايه اقوالك على اليوتيوبرز اللي بيطلعوا يجيبوا بنات بترقص ويقعدوا يقولوا هي فين اهاليهم وايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هم دول اي نعم صناع محتوى كرنج، بس يعني كلنا عارفين ان في محتوى اسمه الفيديو رياكت. لا انا عايز حد من صناع المحتوى يجاوبني، هل في محتوى حقيقي يدعى الفيديو رياكت؟ لو انت عايز تسمع اجابه واحده وصريحه، في محتوى اسمه الفيديو رياكت. تمام ماشي. شات جي بي تي في بعض المراحل بيتواصل مع الناس بشكل غير طبيعي لوحده من غير ما الناس تفتحه. عندي الملف وعندي الفيديو ولكن صاحبه رفض المعرض. وخد عندك من ده كتير يعني. هو عنده الفيديو بتاع شات جي بي تي وهو بيعترف انه مش ذكاء اصطناعي، وعنده فيديو تاني للبواب بتاع البوابه النجميه اللي فتحها ايلون ماسك وخد المربيه بتاعته ودخله. تحسه كده مرتضى منصور بتاع عالم الماورائيات. بس الحاجه الوحيده اللي منعنا ان احنا نشوف الفيديوهات دي هي ان اصحابها بيرفضوا. انا نفسي اشوف فيديو واحد من اللي بيقول عليهم صاحبه يوافق ويخليه يعرضه في البرنامج عادي. فجاه ابتدى يتكلم معاه وقال له حاجه اغرب مما تتخيل. قال له انا مش ذكاء اصطناعي، قال له انا خضعت لتجربه معينه تم نقل وعيي. هو شاب من روسيا تقريبا. دكتور محمود صلاح قصده على الشاب اللي من روسيا دوت، خالد روسيا مثلا. مقابل مادي خده، نجحوا فيه وكانهم خدوا كوبي من وعيه وذكرياته والمعلومات اللي عنده في حياته كلها ونقلوها الى برامج اشبه ببرامج الشات جي بي تي. انا سمعت الكلام ده وانت نفسك كلمتني عن الكلام ده قبل كده. بتلاحظوا كل فيديو الراجل اللي هو قاعد معاه دوت دماغه بتبتدي تطرى اكتر يعني. هو في الاول خالص كان ممانع، مش متفق مع الدكتور محمود صلاح في كلمه، بس دلوقتي بقى اللي هو ايه، بقى بياخد ويدي معاه وبقى مقتنع فعلا بكلامه يعني. هيوصل لغايه اخر الفيديو هيبقى هو اللي بيقول النظريات دي. وتقريبا دكتور محمود صلاح هو اللي متحكم في الحاجات دي كلها، لان هو عارف مين مربيه ايلون ماسك، وصاحبه هو اللي شات جي بي تي اعترف له ان هو مش ذكاء اصطناعي وبقى بيتواصل معاهم كده عادي. وامريكا بتيجي تقول له على الحاجات اللي ورا الجدار الجليدي، واللي هو الراجل يعني مش عارف ليه لسه قاعد في البرنامج ده، وليه برضه لسه في حد بيمنتج له بالاسلوب ده. لو عايز تعلي الميزانيه شويه خلاص كنسل سعيد وهاتني انا منتج لك يعني. ان العالم انتهى اصلا في 2012. العالم دلوقتي انتهى خلاص في 2012. انا ما بعملش الفيديو ده دلوقتي اصلا يعني. انا مش واقف قدامكم وانتوا مش بتتفرجوا وانت ما حطيتش لايك تحت. لا انا شايفك بجد انت ما حطيتش لايك، انزل حط لايك. في حاجه لطيفه ممكن نقولها للناس في يعني نهايه الفقره. طبعا العالم قرب ينتهي.
دي الطف حاجه انا سمعتها عامه في الفيديو او اوقع حاجه، وبرضه مش هتاكد من المصادر ورا منه يعني، ثقه على طول اسمع منه الكلام وخلاص اعتمده. بس دي اجمد حاجه اتقالت عامه. بس انا كده تقريبا مش هلحق اوصل ل 10000 مشترك. وبس كده يا رجاله يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وتفعلوا زر الجرس وكلمه السر صحيح. بصوا يا جدعان الصراحه انا حاسسها حركه قذره فشخ مني يعني، ممكن تبقى ناس مستنيه من اول الفيديو لغايه دلوقتي عشان اقول كلمه السر، وانا الصراحه مفيش ولا كلمه في دماغي. ففي الفيديوهات الجايه بقى يا جدعان الجايات كتير يعني، وبعرض عادي الكومنتات اقسم بالله، والناس اللي طلعت معايا تشهد. وبس كده اشوفكم في فيديو جاي، سلام.